ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل مع بعضينا فراخ مسويه بطريقه مختلفه، فحابه اوريها لكم النهارده. انا جايبه 3 كيلو وراك وقطه ضربها في الخلاط وحط عليها زيت زي ما انتم شايفين كده، وجايبه البهارات دي من بتاع الحواوشي. سألته بيجيب البهارات منين، مرضيش يقول لي، فرحت واخده منه شويه عشان اجربهم. كانت ريحتها تحفه جدا، فجايبه البهارات دي منه، وجايبه البهارات دي والملح. التوابل دي جايباها من عند العطار، قلت له عايزه توابل فراخ ادهيني. طعمها تحفه جدا جدا جدا، يا رب تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. انا دلوقتي هحط التوابل بتاعت الحواوشي اللي انا جايباها من عنده، بس هي ريحتها تحفه جدا. وحطيت زيت وحطيت الملح زي ما انتم شايفين كده، وهقلبها. هقلبها، وبعد ما اقلبها بصوا عايزه اقول لكم عجبتني جدا ريحه التوابل. بس لما بعدي واشم ريحه التوابل تحفه جدا جدا جدا. شايفين عامله ازاي؟ دلوقتي انا هرش الفراخ في الصينيه. بصوا هرشها كده تمام زي ما انتوا شايفين. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا انا بحاول ارصها جنب بعضيها، شايفين كده؟ شايفين؟ دلوقتي انا هاخد الفراخ دي الصلبه دي اللي انا عملتها بالطماطم بالتوابل بالملح بالبهارات اللي انا اشتريتها، وهدلقها عليها كده زي ما انتوا شايفين كده. هقعد امسحها كده واخليها كلها تشرب منها. شايفين شكلها؟ بس كان اهم حاجه ان انا اوريكم الطريقه اللي انا بعملها عامله ازاي. بصوا دلوقتي انا هدخلها الفرن على كده، وبعد ما اطلعها هكون مولعه فحمايه واروح منزلها على نقطه الزيت، وهيبقى طعمها جميل جدا جدا جدا. يا رب ان وصفه النهارده تكون عجبتكم. وانا على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، اللي انا بعمل اكلات بسيطه، اكلات على قد ما انا بقدر اجيب، يعني مش لازم عشان خاطر انا هعمل فيديو فانا هكلف نفسي. اللي عندك في البيت انت ممكن تعمليه وممكن تستخدميه، مش شرط تجيبي حاجات كتير. باقل الامكانيات ممكن تعملي حاجات بسيطه وطعمها حلو والعيال يحبوها والكبار والصغيرين يحبوها. فهي ده النهارده الفراخ ديت انا عملتها بصحة ربنا. عندنا عزومه النهارده جاتلنا على غفله، فعملت رز وعملت ملوخيه وعملت فاصوليا وسلطه. وبعد ما اخلص ان شاء الله هقول لكم السفره عامله ازاي. يا رب تعجبكم وهتروحوا في اي حته. مستنياكم. ازيكم عاملين ايه؟ ادينا عملت لكم الفراخ اللي انا قلت لكم عليها. انا حطيت قوطه وحطيت التوابل بتاعه الحواوشي اللي انا قلت لكم عليها، وحطيت التوابل اللي انا اشتريتها من عند العطار، وحطيت ملح وحطيت شطه وحطيت زيت، وطبعا القوطه ضربتها في الخلاط. فهي دلوقتي بعد ما طلعتها من الفرن فانا هحط عليها الفحميه اللي انا مولعاها، احط عليها الفحميه اللي انا مولعاها وهغطيها بورق السلوفان. الاول ادلقها بالزيت. بصوا انا ورقه اهي حطيتها زي ما انتوا شايفين كده، احط عليها نقطه زيت. بصوا كده، وبعد كده اروح جايبه ورقه السلوفان واروح مغطياها دي بحيث ان هي ايه تغطي الريحه اللي فيها.
شايفين؟ هغطيها بالورق السلوفان كده. تمام. وبعد ما الفحمايه ريحتها تروح هطلعها واقدمها في الطبق. يا رب الفكره تكون عجبتكم. وبعد 5 دقايق كده تكون الفحمايه خلاص، واطلعها واقدمها لكم في الطبق. ومن جديد لجديد دايما مع بعضينا. يا رب يكون الفكره النهارده عجبتكم، واكون عرفت افيدكم بحاجه مفيده. ولو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشير وكمان تقولوا لي ايه رايكم. اديني رجعت لكم تاني، وادي الفراخ اهي بعد ما طلعتها من الصينيه ورميت منها الفحمايه. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه وطعمها ان نفسي تجربوه تقولوا لي ايه رايكم فيه. بجد هو طعمه تحفه جدا جدا جدا. ادي الفراخ، وادي الملوخيه، وادي الرز، وادي الفاصوليا اللي انا عاملاها. هي ديت الغدا بتاعت النهارده او العشاء بتاعت النهارده. يا رب يكون عجبتكم، ويا رب اكون بعرف اعمل الاكل اللي انتوا بتحبوه. ايوه الاكل على قدي، بس انا عامله قناه يعني ايه على الناس اللي هي بتحب تعمل اكل على القد دي، مش القناه الاكل الغالي والحاجات الغاليه لا. فهو يا رب تكون كده الوصفه عجبتكم النهارده، يكون الاكل عجبكم. ومن جديد لجديد دايما مع بعضنا.